ومرحبا بكم. رجعت معكم في وصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. اليوم باش نطيب معكم مكرونة بالصوص على طريقتي. الوصفة هذه لزوز من الناس. عنا الزيت، عنا طماطم 4 كعبات طماطم رحيتهم مع الثوم، عنا طماطم معجونة، عنا رند، عنا دجاج، عنا لفاحات، فلفل زينة، كركم، بابل كروية وملح. توا باش نصبوا الزيت ونخلوه يسخن شويه. من بعد زدنا الدجاج، زدنا طماطم معجونه، غرفه ونص طماطم، ولهنا قلوا باش نزيدهم الطماطم اللي رحيتها ومعها الثوم. لهنا بعد ما تقلت باش نزيدها لفاحات، نحركها مليح باش كل شيء يدخل مع بعضه والدجاج يتفوح بالكدا. نحرك ونخليها على نار هادية. لهنا تقلت كل شيء، زدنا شوية ماء سخون باش نعاود ونخلوها تتقلى من الاول وجديد. لهنا تقلت، رمينا الرند، ولهنا كيما تشوفوا تقلت كل شيء باش نعاود نصبوا الماء وهو سخون ونخلوها تطيب في عقلها. لهنا بريسك الصوص طابت ومازالنا باش نرمو المكرونه. عنا الماء، فوحته شويه رند وملح. لهنا كما تشوفوا المكرونه طابت والريحه فاوحه. لهنا كملنا، حطينا اكل جرينات فلفل زينا بيهم. ولهنا حبيت نذوق الحقيقه الريحه فاوحه ما نحكي لكمش. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش باش تشتركوا في القناه، وان شاء الله في وصفه قادمه.